مش كل حاجة تتضايق، ومش كل حاجة تتنرفز، ومش كل حاجة تتعصب، ومش كل حاجة انا هوريك وانا هعمل فيك وانا هسوي فيك وانا هجيب لك وهعمل لك وهكسرك وتقعد تشتم فيه وتقعد تعمل. لا 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 خالص، خليك هادي، خليك بارد. هو هيتنرفز اكتر. النرفزة دي يا جماعة، ما هو بيتنرفز هو وانت بتستفزه برضو بتصرفاتك، ان انت مش معبره اصلا وكده، هو بيتضايق منك. اما هو بيتنرفز او هو بيتضايق منك، كفاية ان الحاجة دي بتاكل جواه كده. ده اشد انتقام على فكرة، زي الناس اللي بتغير منك، ودي برضو هنعمل لها حلقة يعني. الناس اللي بتغير منك دي قصة لوحديها دي. فالناس المستفزة والناس اللي بتغير منك، يعني كبر دماغك منهم. مش حتى لو انت طبعك عصبي، حاول ان انت تتمالك اعصابك. مش كل ما يقولوا لك كلمة تتنرفز، مش كل ما يبصوا لك بصة تتنرفز، مش كل ما يعملوا حاجة تتنرفز. ليه كل ده؟ يعني احنا النرفزة دي بترفع الضغط وبتجيب امراض خلوا النرفزة دي ليهم هم، انتوا اللي تنرفزوهم، انتوا اللي يعني ما تردوش عليهم وتبصوا لهم كده بصة اللي هو وتسيبوهم وتمشوا. يعني اللي هو ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه ده يعني؟ اي حد يستفزكوا، مش لازم بقى اقف عند كل حاجة وارد واعمل وانت قصدك ايه بالكلام ده وانت تقصد ايه واشتمه ونضرب بعض ونرفع على بعض قواضي يعني الموضوع مش مستاهل كل ده. يعني انت كفاية بس ان انت تبصله باستحقار او تطنشه ان انت كأنك مش سامعه. هو هيحس ان ايه، هو بيعمل معايا كده ليه؟ هو يعني مش مستعنيني؟ هو انا يعني شايفني ايه؟ هو شايفني صغير عشان ما يردش عليا؟ هو مش عارفه ايه. هو يفضل بقى يفكر بقى في دماغه، بقى يجيله بقى افكار كتير قوي. هو انت ولا كأنك بقى هنا، انت بقى في وادي تاني خالص. سيبه بقى يقول هو ومش هو وجاب وعمل وودى وبتاع، سيبك منه خالص. بس كبروا دماغكم يا جماعه، ما تجوش نفسكم الامراض على الفاضي وكفايه يعني الدنيا والعيشه والناس كفايه افكار وكفايه نضغط على دماغنا. يعني دماغنا دي حرام والله بجد. الضغط لما بيعلى بيجيب نزيف في المخ، بنجيب لنفسنا الامراض على الفاضي على حاجات ليها حل. الحاجات دي ليها حل، ان انت تجاهل وتصرف بهدوء تام مع حد بيعصبك، مع حد بينرفزك، مع حد بيقول عليك كلام مش كويس، مع حد عرفت ان هو مثلا بيعمل فيك مقلب مثلا من وراك وانت عرفت. خد حذرك من الناس دي وسيبها على الله وما تتعاملش معاهم او يعني تجنبهم وبس كده. يعني الناس دي ربنا يهديها بجد، لان هي ناس مؤذية وبتحاول ان هي تأذيك بالكلام وبالافعال. بس يعني معرفش هما بيعملوا كده ليه اصلا، او بيستفيدوا ايه من اللي هما بيعملوه ده. ربنا يهديهم يا رب بجد. لان يعني بتحصل الحاجات دي مع ناس قدامي كتير، مع سواء بنات او وبالاخص مع البنات. يعني مثلا بيبقى في شباب بيضايقوها وهي يعني بتحط في نفسها وما بتعرفش تتكلم يعني مش هتتكلم مع شباب، يعني تقول لهم انتوا عملتوا وانتوا ما عملتوش. فالناس دي بتبقى عاملة زي كأنهم بيتحرشوا بيك، ده كأنه تحرش بالظبط. اللي هو بيفضل يضايقك في الرايحة وفي الجاية او في شغلك برضو. ده في ناس في الشغل بتضايق برضو الناس وبتلقح بالكلام وبتضايق بالكلام وبتعمل فيكي مقالب وبتعمل فيكي حاجات والكلام ده للشباب والبنات. يعني انا ما اعرفش الناس دي بتستفيد ايه لما هي بتأذي حد. انت كده او انت كده بتأذي حتى بالنظرة، مش لازم بالكلام. يعني ممكن حد بيبص كده يعني بطريقة مش حلوة. طب ليه؟ انا عملت لك ايه؟ او انا عملت لك حاجة قبل كده؟ انت شفت مني تصرف قبل كده ضايقك في حاجة؟ انت شفت مني معاملة وحشة قبل كده؟ انا عمري يعني انا بتجنن من الناس دي بجد. لان
انت ما شفتش مني حاجة وحشة اساسا ان انت تعاملني بطريقة وحشة، او ان انت تعاملني باسلوب مستفز، او ان انت تقول عليا كلام لزمايلنا من ورايا، يعني عليا ليه بتقول كلام وحش؟ بس الناس دي تقريبا بتبقى مريضة نفسيا، او متضايقة منك، او غيرانة منك. وبالاخص يعني غيرانة منك، لان اللي بيعمل كده بيبقى شايفك احسن منه في حاجة، شايفك احسن منه بقى في ان انت امور مثلا، بتلبس شيك، كلامك منظم ومنمق، بتاخد كورسات، آه، المدير بيحبك مثلا، بيفضلك عن زمايلك. بيبقى في حاجة، يعني هم بيغيروا من حاجة فيك حلوة، حاجة فيك هم مش عارفين يوصلوا لها، فبيحاولوا ان هم يستفزوك بقى بالكلام، ويضغطوا عليك بالكلام، ويقولوا عليك كلام من وراك، والكلام بيوصلك انت بتتضايق، بتتعصب، بتروح ممكن، بس الغلط قوي ان انت تروح تقول لهم انت عملت وانت عملت وانت عملت، وانا سمعت ان انت قلت، وانا سمعت ان انت عملت عليا. لا، غلط خالص. انت ما تعاتبش الناس دي، ما تتعاتبش اصلا، لان هي مش باقية عليك. اللي بيغير منك ده مش باقي عليك خالص. اللي بيحبك ومش بيغير منك بيتمنى لك كل الخير، بيتمنى لك حياة كويسة، بيتمنى لك لو في قدامه، يعني هقول لك ايه، انا مش عارفه اوصفها، يعني لو قدامه كده جنينه ممكن يخلعها كده من مكانها ويديها لك انت. عايز يحطك كده في برواز كده، يبروزك. اللي بيحبك من قلبه، اللي هو بيتمنى لك الخير. لكن اللي بيغير منك ده ممكن يوقعك في اي مصيبه في اي وقت. هو ما عندوش اي مشكله، هو بيبقى نفسه ان هو يخلص منك اصلا. اللي بيغير منك ده في الشغل بقى يتمنى مثلا ان انت يوم مثلا يجي ما يلاقكش، ان انت غايب. هو يتمنى قوي كده ان هو ما يشوفكش. بجد الناس اللي بتغير دي، بجد الناس اللي بتغير دي يعني ربنا يهديها لنفسها، مش لينا ولا اي حاجة. هي يهديها لنفسها، لان كمان الغيرة قوي دي بتبقى في الستات قوي. يعني الستات بتغير من بعض قوي اكتر من الرجالة مع الرجالة لا، مش قوي زي الستات صعبة جدا في الغيرة، بتغير من بعض جدا جدا. تحس ان دماغهم فاضية بجد. يعني بيبقوا متجوزين ومخلفين وعندهم دنيا ومشاكل ودنيا، وتلاقي الواحدة قاعدة عاملة لك كده ومركزة معاكي، وفي لبسك وفي كلامك، وانت كلمتي مين ورحتي فين وجيتي منين، وانت جيتي ورحتي وكلمتي مين وده كلمك قالك ايه، ولما رد عليك انت رديتي عليه كده ليه، وقاعدة بقى متابعاكي، قاعدة متابعاكي بجد حرفيا. ف وبعدين ايه، مهما تعملي لها كويس هي بتدخل الصبح تعمل لك كده. هي مش عايزه تبص لك اصلا، ومتضايقه ان هي شافتك، ومتضايقه ان انت جيتي النهارده. انت جيتي النهارده ليه؟ انت جيتي النهارده ليه؟ الناس دي بجد ربنا يهديها بجد. يعني عشان انا مش عارفه اقول ايه عليهم. بتبقى ناس غريبه كده، وما بيتمرش فيها حاجه، مهما تعملي لهم حلو ما بيتمرش فيهم الناس اللي بتغير منك دي. فربنا يهديهم يعني لنفسهم، ويرجعهم كده لرشدهم كده، ويشوفوا هم بيعملوا ايه، وتصرفاتهم عامله ازاي مع الناس. لان هم مش هيرضوها على نفسهم. لو لقوا واحده بتعمل معاهم كده هم هيبقوا متضايقين. يعني لو نحط نفسنا مكان الناس اللي قدامنا، يعني لو نحط نفسنا كده في تبادل كده الشخصيات، احنا مش هنبقى عايزين اي حاجه وحشه لينا، هنبقى عايزين كل حاجه جميله. طب ما تعمل كده للشخص اللي قدامك، ليه بتعامله بالمعامله دي؟ بس دي ناس يعني ربنا يهديها يا رب. بس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. واعملوا بقى شير لو شايفين انه ممكن يفيد حد، واعملوا لي بقى متابعه او اشتراك حسب ما بتشوفوني على اليوتيوب او الفيسبوك. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير.